في قصة مشهورة عند علماء السلوك، كانوا بيراقبوا طائر اسمه القيق الأزرق. كانوا بيراقبوا ذكر مصاب بمرض في الجهاز التنفسي، ولاحظوا إنه بعد ما مات الأنثى فضلت واقفة جنبيه لمدة يومين، مش بتاكل مش بتتحرك، هي بس واقفة. هل كانت بتبكي؟ هل الطيور بتشعر؟ هل ممكن تشوف دموع في عيون طير؟ الطيور مش بتبكي بالشكل اللي احنا نعرفه، هي عندها دموع لكن لترطيب عينيها، مش دموع مشاعر، انما اللي عندها هو سلوك حزن. طب يعني الطيور عندها مشاعر، بتحس وبتتأثر؟ العلم بيقول عندها سلوكيات زي الحزن والتوتر والقلق وارتباط جدا باللي حواليها. وهديك كم مثال. الغربان لما واحد من جماعتها بيموت بيتجمعوا حواليه ويفضلوا واقفين ساكتين لفتره. علماء السلوك بيقولوا ان ده سلوك تقييم خطر زائد حزن. البغبغاوات كمان كده. في مراكز الانقاذ البغبغاء لو شريكه مات بيبقى في حاله انسحاب اجتماعي لفتره، بيرفض الاكل ويفضل ساكت لساعات طويله. وده نفس اللي بيحصل للبني ادم بعد شعور الفقد بس بنسخه الطير. والبنجوينز البطاريق لما شريكه بيموت بيفضل ماشي على الشط لفترات طويله، وممكن يفضل ايام من غير ما يدخل البحر يصطاد. سلوك فقدان واضح جدا. حتى الحمام، لا ده بينوح بقى. الحمام اللي مرتبط بشريك ثابت لو فقد شريكه بيفضل فتره طويله عقبال ما يتقبل شريك جديد، وبعض الانواع ما بيتقبلش اصلا. طيب نوعا ما خدنا بالنا ان الطيور عندها مشاعر، هل هي بتعيط؟ لو تقصد عياط ودموع عواطف، لا مش موجوده. عند البشر دموع العواطف ليها كيمياء مختلفه، ضغط، هرمونات، بروتينات الى الطيور مش بتعمل النوع ده من الدموع، لكن عندها شعور بالحزن وبيبان على شكل فقدان شهيه، خمول او عزله او اصوات غريبه، او انه يقف جنب الشريك الميت، او يرفض الطيران، او يرفض الصيد. يعني المشاعر مش حكر على البشر، لكن التعبير عنها دايما مختلف. عالم سلوك الحيوانات اسمه مارك بيكوف كان بيقول animals don't cry like human but they feel and if you listen well enough you hear the sadness in their silence. هو بيقول لك الحيوانات بتبكي بس مش زي البشر، انت لو سمعت بس بشكل كافي هتشعر بحزنها في صمتها. فالطيور مش لازم تنزل دموع عشان تبان ان هي حزينه، واحيانا كتير الحزن ما بيكونش ليه علاقه بالدموع، ممكن تشوفه وتلاحظه في السلوك.